لأهنئ الخيار الحر بعد دعوة تلقيتها من أخي العزيز ياسر مكارم دكتورة تميس كامل. تحية لهذا الجهد الذي أثبت أنه سيمثل عطاء متميزا على الساحة الاجتماعية والسياسية على الساحة. أظن أننا أمام مشهد عبثي تختلط فيه الأوراق وتتبدل فيه المفاهيم، لكن بقدر اليأس والإحباط الذي تسرب إلى بعض النفوس، بقدر الأمل والتفاؤل الذي أراه على مرمى حياته. نعم، نحن المصريون لا نعرف اليأس ولا نعرف الإحباط. تاريخنا قديمه وحديثه يؤكد أن هذا الشعب خلق ليبقى، وأن هذا الوطن والكيان، هذا النسيج الاجتماعي لا يمكن أن يكون عرضة للانهيار، لا بموروث ثقافي يحاول أن يغزو، ولا باستعمار، ولا بقوة تسللت في جنح الظلام لتتسيد الساحة وتمسك بأمور البلاد في غفلة من الزمن. في عام 2004 عقد في اسطنبول مؤتمر لدول حلف الناتو، كان عنوانه امتدادا لمؤتمر جورجيا في يونيو 2003 الذي شارك فيه جورج بوش مع قادة الدول الثمانية. كان العنوان الشرق الأوسط الكبير، وفي مؤتمر اسطنبول قالوا أن هذا الشرق الأوسط الكبير الذي يهدف إلى تمزيق الدولة الوطنية إلى كيانات طائفية وعرقية لن يقوم على أمره ولن يتولى تنفيذه إلا ما سمي بالإسلام الجديد. ومنذ هذا الوقت بدأت اللعبة وبدأ السيناريو، وزالت كثير من البلدان الفيتو على التيار الإسلامي، وأصبح في مقدمة هذه التيارات تيار الإخوان المسلمين. فبدأت الحوارات الساخنة، وتحديدا منذ عام 2005، وكانت هذه الحوارات تتم هنا في السفارة الأمريكية وفي واشنطن ومع برلمانيين من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وتواصلت اللعبة عبر شخص قريب من الرئيس الآن كان موجودا في اسطنبول ومسؤولا عن التنظيم الدولي، ولعبت تركيا دورا أساسيا في ذلك. وأصبحنا ننتظر المشهد السياسي الذي سيتبوأ فيه الإسلاميون السلطة. وحدث في مصر التفاصيل كثيرة ومتعددة، وكل ما قيل في فترة ما قبل إعلان النتيجة وما قلته أنا شخصيا من أن الحرس الجمهوري تحرك إلى منزل أحمد شفيق، ومن أنه تلقى اتصال عبر أكثر من مسؤول كبير بأنه الفائز كان حقيقة ولم يكن مبالغة أو أكذوبة. تحية إلى الفريق أحمد شفيق.
في ظل نظام حسني مبارك قد أعلنتها في وجوده. كان